احلى واطعم فطاير هتعمليها بعجينه هشه قطنيه طريه بسيطه بدون بيض ولا زبده ولا لبن، بحشوه الجبنه. حاجه كده روعه، تقدميها في الفطار مع كوبايه شاي بلبن او في العشاء. حاجه كده تحفه. لعمل الفطاير بتاعتنا هنحتاج كيلو من دقيق متعدد الاستخدامات او دقيق المخبوزات. هضيف عليه معلقه ونص من الخميره الفوريه. لو حضرتك مش عارفه ان الخميره بتاعتك صالحه للاستخدام، تجيبي نص كوبايه ميه دافيه على معلقتين من السكر على الخميره الفوريه وتدوبيهم مع بعض وتسيبيهم 5 دقايق لحد ما يتفاعلوا. لما يختمروا يعرف ان هم صالحين فاستخدميهم. هضيف معلقتين من السكر، 3 معالق من اللبن البودر، لو مش متوفر عندك ما تضيفوهوش بس بيدي طعم حلو للعجينه. هضيف معلقه صغيره من الزعتر الناشف، بتدي برضو طعم حلو للعجينه، لو مش عايزه تحطيه ما تحطيهوش بس بتنكه العجينه وتخلي طعمها حلو. هضيف معلقه صغيره من البيكنج باودر، نص معلقه صغيره من الملح. اقلب المكونات الجافه كلها كده مع بعض. بعد ما قلبت المكونات الجافه كلها كده مع بعض هضيف معلقه خل كبيره بتدي هشاشه وطراوه حلوه للعجين. هضيف نص كوبايه من زيت الزيتون، لو مش متوفر عندك ضيفي اي زيت نباتي بالشكل ده. هقلب الدقيق كده مع الزيت مع بقيه المكونات. هجيب ميه دافيه وانزل بالتدريج شويه شويه وابدا اعجن لحد ما العجينه تلم معايا، وكل دقيقه على حسب نوعه ما ياخد معاكي من ميه. لمت معايا العجينه بالشكل ده، اخدت معايا كوبايتين من الميه الدافيه. هفضل اعجن فيها مده ما تقلش من 7 دقايق ل 10 دقايق علشان اخد معايا عجينه طريه ناعمه ملسه ما بتلزقش في اللحم. عجنت معايا العجينه بالشكل ده، بقت ناعمه ملسه طريه بالشكل ده. هجيب البوله، دهنت وش البوله بالزيت بالشكل ده ودهنت وش الفطاير وهحطها فيها لمده نص ساعه. هغطيها بكيس بلاستيك وفوطه نظيفه لحد ما تختمر. اختمرت معايا العجينه بالشكل ده زي ما انتم شايفين. ههبط التخمير وهقطعها كرات صغيره على الحجم اللي تحبيه. انا هعمل فطاير وسط، هكورها بالشكل ده واحطها على صينيه لمده 10 دقايق ترتاح وبعدين نشكلها. هجيب كل كوره هفردها بالشكل ده بالنشابه او بايدك مفيش مشكله، طول ما العجينه مستريحه بتمشي معاكي حلاوه. خليها سمك متوسط مش رفيع قوي بالشكل ده، وهنقلها على صينيه ما تكونش مدهونه اي حاجه. كمان واحده هعملها بنفس الشكل. كل الفطاير بتاعتي هعملها بنفس الطريقه بشكل دائري كده. بعد ما فردت الفطاير بالشكل ده هحط لها حشوه بسيطه، متوفر عندك حطيه. هحط جبنه موتزاريلا واي نوع جبنه عندك ينفع. فردت الجبنه كده على وش الفطاير. هجيب شويه فلفل الوان واحطهم عليها. هضيف عليها كمان زيتون اسود مخلي او اخضر مخلي زي ما تحبي. هنا الحشوه ترجعلك، اللي تحبيه حضرتك حطيه. هدخل الفطاير الفرن على درجه حراره 220 في الرف الوسطاني، واكون مشغله الفرن من قبل ما ادخلها بربع ساعه علشان الفرن تاخد درجه الحراره المظبوطه وتستوي معايا كويس. فطايرنا الجميله بعد ما خرجت من الفرن شايفين شكلها ازاي، واخده لون ذهبي حلو من تحت ومن فوق، واستوت طريه هشه، ريحتها حلوه جدا وطعمها احلى. حاجه كده روعه لازم تجربوها.